اختي جات على غفله وحصلاتني. ما كنت عارفه ما ندير، بقيت عا كنشوف كنبرقق في عينيا. ويلي، كيفاش اختي جات بلا ما تقولها؟ ما يمكنش. راجلها كيشوف وانا كنشوف، حتى انا كنخرج عينيا بلا حشمه بلا حيا. ما راعيت الاخوه، ما راعيت الام ديالي مسكينه. ما قلت انا راه عندي با وعندي خوتي. هادشي كامل نسيته مره. ما فهمتش. الله يستر وصافي. الانسان بعد المره كيبقى عنده البصر بلا بصيره، كيشوف بلا عقل. علاش الانسان خصو دائما حتى يفكر ويعرف بان راه الفرق ما بين الانسان بالعقل. الله سبحانه وتعالى اعطانا العقل باش نفكروا به. الانسان ما يتبعش يعني الهوى ديالو، يقول لا. وحتى الشيطان، حتى الشيطان نعله الله كيزين لك الحاجه اللي خايبه، كتبقى تبان لك في عينيك مزيانه وكتشوف، كتقول رانا غادي ندير حتى المستقبل حتى هو كيعطيك امل، كتقول لا ما يمكنش. انا وانا شنو انا ما انا. الانسان دائما خصو ما يديرش الحاجه اللي يقدر يندم عليها. وفين حصلاتني اختي؟ في الكوزينه. راه هنا باش انا ما لقيت عارفه ما نقول. قالت لي ملي بغيتي ديري حاجه بحال هذه عسري راسك. شوفي شحال كاين ديال يعني المحل كبير، ما بانت لك الكوزينه حتى هي جيتي توسخيها اللي كنطيبوا فيها ما ناكلو. بقيت عا كنشوف مخرجه عينيا من الفوق. السلام عليكم حبابي، كنتمنى الحكايه تعجبكم ديال نهار اليوم. كنذكركم بالاسم ديال قصص واقعيه مع فاطمه. السلام عليكم حبابي، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. عواشركم مبروكه، قصص واقعيه مع فاطمه. لو الحكايه ديالنا هي هذيك. قالت لي اختي شنو غندير في هذا الشيء؟ قلت لها سمحي لي انا ما كنتش عارفه وراه راجلك وهذه. قالت لي راه ما يمكنش، راه انت عندك عقلك، ولكن للاسف حتى انا خص الانسان يتيقني. انا عندي عقل، ولكن انا راه كاينه في المحل عا بوحدي. والسيد كل مره كيجي كيقول انا غادي ما نعرف فين تسكني وما نعرف المستقبل وما عرف كيفاش غادي نولي. ورا اي مرة راها كتفرح مني كتعرف بان راه كاين الاهتمام. المرأة بصفة عامة، يا صغيرة يا كبيرة، المرأة ملي كيعطيها شي واحد الامل، لحقاش حنا كاملين سبحان الله عايشين على الامل. بلي تنقاد هاد الروينه اللي دايره هنايا. ما فهمتش واش ندير هكا ندير هكا. المهم معليش صافي ندير هكا. نكمل لكم الحكايه. رجعوا للموضوع. صافي اختي ديك الساعه قالت لي شنو غادي ندير انا؟ واش غادي نزوجك براجلي ولا شنو؟ ما فهمت والو. قالت لي زعما ما راعيتي ما قلتي انا الاخت ديالك، واختي مسكينه راه يعني شافت التمارة على هاد الدار وعلى هاد العائله، وانتي جيتي في واحد الوقت اللي بغيتي تشتي كل شيء. قلت لها شوفي يا اختي، قالت لي عسكتي ما تهضريش انتي بلا ما تهضري، غادا نحير انا مع هاد الشرويط هنا. المهم معليش، قصص واقعيه مع فاطمه، باش غادي نوري لهادوك اللي كيهزوا ليا الفيديوهات ديالي. خليت لكم الله ياخذ الحق في هاد العواشر اللي كيهز لي شي فيديو. بقات اختي كتخاصم عليا كل مره شنو كتقول. قلت لها اختي دابا اللي عطا الله عطاه، ما عندي ما ندير. قالت لي وكتخرجي عينيك وكتقوليها بوجهك حمار. كيفاش اللي عطا الله عطاه؟ الله ما كيعطيناش شي حاجه خايبه، راه كيعطينا على الحاجه المزيانه. راه انت اللي ما كتحشميش، وانت اللي عنقول لك ما مربياش. انت اختي رباتك ماما، لحقاش ماما الله عمرها سلعه مسكينه، وانا خرجت لهم من الجنب ما عرفتش كيفاش. قلت لها راه راجلك. قالت لي بلا ما تهضري على الراجل هذاك كيبقى راجل. قلت لها اختي راه
هاد المشكل كامل راه انت اللي درتيه. واش كاين شي واحد، كاين شي مرا كتجيب الاخت ديالها مازال بنت وشابه، تخليها في الدار، يعني في دارها تقضي لها الشغل وتقابل ليها الدراري وتقابل ليها يعني الاشغال كامله، والدار راه فيها يعني فيها راجل. واش انت ما عندكش العقل؟ اختي بقات كتشوف، قالت لي دابا شنو بغيتي نقولوا انت اللي بعقلك وكتفكري مزيان؟ قلت لها ايه، انا عارفه انا كو كنت في موضعك ما نجيبش اختي مازال بلا زواج ونخليها في الدار وراجلي كاين. قالت لي دابا شنو زعما انت بغيتي تقولي انت مسكينه ظريفه وانسانه مربيه قلت لها لا ماشي هكاك اختي، والمشكل هي عطاني الله حتى انا قال لك غادي يكون عندي الدراري وعائله ومع من وفكروا مزيان مع من. اختي مسكينه تولي اختها ضرتها وتزوج راجلها بختها. هادشي راه ما كيدخلش العقل. وراه كاينه هادشي، الانسان خصو دائما يكون كيتصرف بالعقل ديالو كما قلت لكم. انا والله العظيم هاد الحكايه من بعد ما قريتها وكتبتها ورتبتها يعني وشفت الحوايج اللي فيها مزيانين وكاين الحوايج اللي ما عجبونيش صراحه حيدتهم. الحكايه ديال الاخت نهاد هي اللي خلات لي الحكايه وقالت لي لازم يعني تعاوديها في القناه ديالك باش كاين النساء اللي ما كيعرفوش ياخذوا الحذر ديالهم. هي هذيك قالت لي اختي دابا شنو غادي ندير انا؟ لحقاش اختي كان عندها جوج بنات تويميين. المهم داو البكالوريا ديالهم بنقطه مزيانه، مشات كرات ليهم في واحد المدينه باش يقراو، وهي قالت زعما تبقى تمشي تجلس معاهم في الشهور الاولى، طيب ليهم تقابلهم حتى يوالفوا وترجع لدارها. قالت بان تجيبني انا اللي اختها، وجابتني فعلا وجلست في دارها. ايوا حمرت ليها وجهها، مشات تحضي بناتها، رجعت لقات اختها حامله. ومنين من راجلها. وشوفوا شنو وقع. نكملوا الحكايه ديالنا ونذكروا باسم القناه قصص واقعيه مع فاطمه. يلا نرجعوا الحكايه مباشره. دائما غادي نبقى ندير لكم فاصل في حتى يبعدوا مني هذوك الناس اللي كيهزوا لي الفيديوهات، شكيت بهم الله. المهم منين اختي قالت لي دابا شنو الحل؟ قلت لها وشنو هو الحل شنو غيكون؟ قالت لي عاد كتقلبي وكتهضري وكتزيدي تدافعي على راسك. اختي صافي ما حضرش ليها العقل. قالت الراجل ها طلقني، يا الراجل طلقني. مادام الانسان عنده جوج بنات يعني كيقراو في لافاك، والدري حتى هو يعني كيقرا في واحد البلد وما راعيتيش ودرتي هادشي كامل. قال ليها بقى كيقول الشيطان من الشيطان. قالت له راه ما كاينش شي شيطان قدك، انا الشيطان اللي كنشوف فيه هو انت على راجلها. وفعلا صراحه طلقها وقالت ليها انت دبري معاه، ها هو خوديه ديه، انا صافي هذا مبقى صالح ليا. اختي فعلا طلقت منه، وانا اللي سبحان الله بالنسبه يحطوا لي عقل في بلاصه العقل حطوا لي صمه حجره. سبحان الله راه الحجره تقدر تنفعك، الحجره تنفعك، تقدر تشير بها تقدر تيمن بها. الحجره راه عندها سبحان الله فائده. راه البشر اللي ما كيفكرش وعنده في راسو واحد الصمه واحد الحجره، هذاك هو اللي تخاف منه. المهم راجل اختي منين بقى هكاك يعني صافي مطلق حر. انا ما جبرت ما ندير، مشيت عند واحد صاحبتي لواحد المدينه اخرى، وراجل اختي ما كانش من العاجزين حتى هو جا لديك المدينه. قال لي نديرو الصداق، علاش انا ما يمكنش نتخلى عليك بهذه السهوله. وفعلا وصل عليا لهذيك المدينه ودرنا الصداق وتزوجنا، وتزادوا عندي جوج دراري وتوام. شوف الله سبحانه وتعالى ملي كيبغي يرزق العباد
هي واخا كانت الظروف خايبه، الاخت ديالي من بعد ما طلقات من راجلها توفات، لان راجلها كان هو عينيها. كانت اي حاجه كتفكر فيها الا وراجلها في خباره. ولكن هادشي وقع وهادشي صار، يعني الانسان ما عندوش حل اخر. اي واحد دائما يفكر في الاول، اول مره الانسان يفكر اصلا ما تخليش اختك في دارك وهي مازال بنت. زائد راه هذاك كيبقى راجل، راه مشيتي تجلسي مع بناتك دي راجلك معاك. ولكن راه كانوا عندها دراري مازال كيقراو، ما يمكنش، كان خصها اللي تساعدها، قالت زعما تجيب الاخت ديالها. وهذه هي الحكايه ديال نهار اليوم. هنا كتسالي الا عندكم شي استفسار او عندكم شي نصيحه بالنسبه تنصحوا. يعني غرضنا من الحكايات دائما آه، الناس اللي باقا ما يعني ما صارش معاهم هادشي بغيناهم ياخذوا يعني العبره، باش حتى شي اخت اللي كانت باغيه تخلي الاخت ديالها في دارها ما ديرش حاجه بحال هذه، دير اي حل، دير البنات يبقاو يديروا هكا لا نافيط يمشيو ويجيو، باش ما تخليش الاسره ديالها تشتت، ويمشي كل شيء تمره كامله هباء منثورا على حاجه ما تستاهلش. وهذه هي الحكايه. هنا كتسالي. تبقاو على خير وبخير خوتي وخواتاتي، تبقاو على خير، بسلام عليكم، باي باي. بالنسبه للفيديو راه مباشره لا مونتاج لا حتى شي حاجه. قبلوا على اختكم فاطمه من قصص واقعيه مع فاطمه، وبسلام عليكم، تبقاو على خير وبخير، احبكم في الله.